علاش لو سيل غوز ديال الهيمالايا غالي بزاف؟ كنلقاوه في وسائل التواصل الاجتماعي وكيتعتبر اسطوره، وكنلقاوه في المحلات ديال البيو بأثمنة خياليه. ساشي صغير كيدير 50 درهم. اجي ولا كانت غير شي نصبه هادي. اولا ما كيجيش من الهيمالايا، كاين في واحد المنجم بعيد في الباكستان، كاين في 300 متر ديال العمق في بحر قديم، وكتوفر فيه 600 مليون طن ديال الملحه ما فيها حتى شي حاجه خاصه. بالنسبه للاشهارات والهضره اللي كيقولوا في وسائل التواصل الاجتماعي، ففيه 84% ديال المعادن. في الحقيقه راه فيه 98% ديال الملحه عاديه، وهذاك اللون ديالو جا غير من هذوك لي زامبورتي ديال المعادن اللي كاينين في داك الجبل. اثار ديال لاغسونيك، لو بلون وحتى اليورانيوم، قالوا ان عنده تاثيرات سحريه. حتى هاد الهضره ما كاينه حتى في شي تراث ديال شي ثقافه. الهضره خرجوها غير الناس اللي باغيين يبيعوه، وكيقولوا انه قليل وصعيب باش تخرجوا، ولكن هو في الحقيقه موجود وسهل في الاستخراج. زائد ان العمال اللي كيخدموا في المنجم وكيخرجوه كيتخلصوا ب$3 للطن. دونك هاد لو سيل ما هو بيو، ما هو ايكولوجيك، ما هو مسؤول. لو سيل غوز غير منتوج منفوخ بالانستغرام. علاش هاد الشامبينيون اغلى من لي تروف؟ اللي كنفكروا في شامبينيون غالي ديال لوكس كنفكروا في لا تروف، كيتسمى الجوهره السوداء ديال الطبخ. كيلو واحد ديال تروف نوار ديال بيريغور كيساوي ما بين 4000 درهم و 10000 درهم. عيب تلقى لي تروف في ليطا سوفاج، يعني في الطبيعه. نقدروا بطبيعه الحال نديروها كفلاحه، ولكن خصك تسنى 10 سنين باش يلا تخرج لك هاد لي تروف. وحتى ملي كنجنيوها فالمذاق ديالها والرائحه ديالها كيبقى غير 36 ساعه فقط، يعني خصها تتكال في اسرع وقت. مع ذلك لا تروف ماشي هي اغلى شامبينيون. ها هو اغلى شامبينيون في العالم، ياخسا غومبا، كيتباع ب 1250 درهم للغرام الواحد، يعني تقريبا اكثر من 2 المرات اغلى من الذهب. الا كان كيبان لكم انه كيشبه لواحد الدوده فهذا طبيعي، لان هذا الشامبينيون طفيلي وهو كيكبر فعلا وسط واحد الدوده. قليل بزاف لانه كاين غير في واحد الارتفاع وكيخرج سيمانه وحده في العام كامل. يجنيوه السكان خصهم يبقاو يقلبوا كل سنتيمتر في هذاك الجبل على يديهم ورجليهم. كثرة من الناس كيجنيوه فهو ولا مهدد بالانقراض، وحتى لي فيلاجوا سكان ديال الجبال اللي فين كاين هاد الشامبينيون ولاو كيتضاربوا بيناتهم. علاش اللحم واغيو غالي بزاف؟ واحد الغوز بحال الرخام كدوب بحال الزبده. اللحم الياباني واغيو كيتعتبر الاحسن في العالم. ستيك صغير كيوصل حتى 1000 درهم. اذا كان هاد اللحم مشهور فهاد الشيء بفضل الجوده ديال الابقار اللي كيجي منهم. يقولوا ان تما الابقار كيديروا لهم المساج، كيسمعوا الموسيقى الكلاسيكيه وكيشربوهم حتى البيره، ولكن في الواقع هما كينقصوا لهم من الستريس وكينقصوا من الحركه ديالهم باش ما يكونش فيهم لي ميسكل بزاف. زائد ان لاغاس ديالهم بيور. اليابان كانت لمده سنوات طويله بوذيه، اذا كانوا نباتيين ما كياكلوش اللحم. هادشي علاش الابقار ما كانوش كيتذبحوا وحافظوا على لاغاس ديالهم لانهم ما تخلطوش مع ابقار وحدين اخرين. اليابان كيمنع التصدير ديال هاد اللحم او هاد الابقار، ولكن ممكن تلقاهم في العالم خارج اليابان، لان كانوا في التسعينات اليابان باع ابقار يعني للتربيه من هاد الواغيو. علاش لي زويتر ولي اومار غالين بزاف؟ هاد جوج فواكه البحر مقتارنين ديما باللوكس وبالغلاء، ولكن شحال هادي ما كانتش القضيه هكا. كانت الدنيا عامره بهم وكان حتى واحد ما كياكلهم، وكانوا كيتسماو لي كافار دي مير، سراق الزيت ديال البحر، وكانوا كيستعملوهم في تعليف الخنازير اولا في الصيد. ولاو دي برودوي ديال لوكس بسبب الاثرياء ديال المدن. من بعد هاد جوج فواكه البحر غينتشروا في المجتمع وغيولي ان برودوي كومان اللي كيقدروا الناس كاملين ياكلوه. من بعد هاد لي فروي دماغ غيوليو كيتباعوا في الزنقه عادي بحال الهامبرغر، وحتى الاومار كان كيتباع في الكونسيرف كانوا كياكلوه الناس الفقراء. من كثره الانتاج الاومار غيولي قليل بزاف، نقدروا نربيوه ولكن خصك تسنى مده طويله. زائد انهم خصهم يتفرقوا على بعضياتهم لانهم كياكلوا بعضياتهم. بالنسبه للانتاج ديال لي زويتر فكتاثر بزاف بالامراض وبالتلوث. لي زويتر ولات عندهم الصوره ديال واحد المنتوج غير صحي وملوث. هنا المنتجين غيتدخلوا وغيفرضوا مراقبه على المياه وعلى الجوده ديال لي زويتر. فلي زويتر كيترباو 7 سنين قبل ما كيتستهلكوا. فلي زويتر في استراليا كيترباو 7 سنين عاد باش كيتباعوا، وكيتباعوا
ب600 درهم الوحده. ولكن هادو ماشي فواكه البحر الاغلى في العالم. لي زورمو كيتباعوا ب 80 اورو الكيلو او 800 درهم الكيلو. لي بيرسيبيس تخصص الاسباني يقدروا يتباعوا ب 1000 درهم الكيلو. الكوكياج الاغلى في العالم واللي عنده واحد الشكل غريب، لان باش تجبدو خصك تغامر بحياتك، ما كيكون الا حدا الامواج المجهده بزاف، وكاين واحد البلايص كيقطعوا بحال الزيزوار. اشنا هي القهوه الاغلى في العالم؟ كاين واحد القهوه كاع العشاق كيبغيو يذوقوها، كيعتبروا الاخصائيين انه الاحسن في العالم. كنتكلموا على القهوه غويشا اللي كاين في البنما، فواحد البركان باغو، فواحد العلو ديال 1600 متر، فواحد الجو مضبب. هاد الظروف ما كايناش بزاف ديال البلايص، الانتاج قليل، اثمنه خياليه، 1,040,000 على الاقل الكيلوغرام الواحد. الا بغيتي تذوق غير طاسه وحده فغتكلفك 750 درهم في القهاوي ديال سان فرانسيسكو. ومع ذلك ماشي هو القهوه الاغلى في العالم، الاغلى هي كوبي لواك، كاين اللي كيبيعوا ب2,040,000 ل 100 غرام فقط. الا كان كيبان لكم بحال البوراز فهو راه فعلا بوراز ديال لو شاموسكي اللي كلا القهوه. الخاصيه ديال هذا الحيوان هو انه فيه واحد الليكيد اللي كيعطي واحد الريحه مجهده، وهي اللي كتبقى في هذيك القهوه. في الداخل ديال المعده ديالو عنده واحد الانزيمات اللي كتغير القهوه وكتعطيها واحد المذاق ديال الشوكولا نوار، او على الاقل هادشي اللي كيقولوا هما في الوراق. ولكن كاينين الناس اللي ذاقوه في اليوتيوب وقالوا ان المذاق ديالو عادي جدا وما فيه حتى شي حاجه خاصه. في الحقيقه هاد القهوه غاليه بزاف لانها كتاثيري السياح. شحال هادي كانوا كيقلبوا على البوراز ديال لو شاموسكي اللي واكل القهوه في الطبيعه، ولكن حاليا فهو مسدود عليه في واحد لي فيرم وكيخرج هذاك الشيء بطريقه منظمه. اسطوره الشاي داون باون الاغلى في العالم. في الصين كاين واحد الشاي مقدس. هاد الشاي كاين في الاشجار ديال جبل اوي اللي على حسب الاسطوره فهو شاف واحد الامراه اللي هي الام ديال الامبراطور. باش يشكر الامبراطور الاشجار فهو دار عليهم واحد اللحاف احمر، ومن هنا جات هذاك الاسم ديال داون باون. هاد الاشجار باقيين دابا وهما محميين من طرف الجيش وكيستافدوا منهم غير الناس اللي عندهم قوه وسلطه. 1972 الرئيس الامريكي نيكسون تلاقى بماو الرئيس الصيني الاخير. هاد الاخير عطى للرئيس الامريكي 200 غرام ديال هاد الشاي. الرئيس الامريكي تفاجأ من ان الكميه صغيره، ولكن غيكتشف من بعد انها نصف الانتاج ديال هذيك السنه. الانتاج تحبس في 2005 واخر كميه نتجات فتباعت ب1,007,000 درهم ل 20 غرام فقط. كيتعتبر احسن شاي في العالم، ملك الشاي. للاسف ما نقدروش نذوقوه لانه ما بقاش كيتنتج، ولكن ما تخافوش كاينين وحدين اخرين اللي خرجوا الشاي قريب ليه والثمن ديالو 1200 درهم الكيلو. شربوه غير بشويه.